1/1/2023 بداية اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة أذاعوا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بأن أنشأوا قنوات بأسمائهم في موقع اليوتيوب وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة والمثيرة وعلى نحو مبين بالأوراق. ثانيا، المتهم من الأول إلى الثالث حرضوا الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن. وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. المتهم الأول قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية بأنهم عيال الزنا، وذلك بأن نشر مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن ذلك اللفظ. وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. المتهم الرابع قدم مساعدة للمتهم الأول في ارتكاب الوقائع عليه فوبا وجيم، وذلك بأن قام بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجا وسكرتيرا مع المتهم الأول يدير كل أعماله. وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق. الأمر المعاقب عليه بالمواد 16 21 و22 و23 و24 و135 و136 و289 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 94 بشأن الجرائم والعقوبات. ولذلك النيابة العامة وتطبيقا لأحكام المادة 221 إجراءات جزائية رفعت الدعوى الجزائية أمام عدالتكم ضد هؤلاء المتهمين للسير في إجراءات محاكمتهم والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة قانونا ومصادرة جميع المضبوطات المبينة في قائمة الأدلة. وعملا بأحكام المادة 351 إجراءات جزائية تطلب النيابة العامة تلاوة قائمة أدلة الإثبات في مواجهة المتهمين والسير في إجراءات المحاكمة وفقا للقانون. والله الموفق.